عصر اليوم جنود الاحتلال قاموا بإطلاق النار على سيارة نوع سترفيل بداخلها الطفل محمد مؤيد بهجة العلامي 12 سنة، ووالده كان يسوق في السيارة في المنطقة اللي احنا متوقفين فيها. حسب ادعاء جنود الاحتلال طلبوا التوقف من صاع 10 الأوامر. ما كانش في مواجهات ولا كان في أي سبب لعملية إطلاق النار. الرصاصات أدت بشكل مباشر على جسم الشهيد، على جسم الطفل. في البداية تم الإعلان عن استشهاده، لأن المصادر الطبية قبل ساعة من الآن في المستشفى الأهلي أعلنت أنه تم إدخاله إلى قسم العمليات، ولكن حالته لا زالت حرجة.